Hi fellas and welcome to my gossips. ايه الدراما بتاعت النهاردة مختلفة مش لكل الناس بس دراما اكشن جريمة رعب which is what I like. انت عارفين ان هذا الريتم او هذه الجنرة اللي انا بحبها وموثوقة ان في طاقة غير مفهومة بس مشوقة في هذه الجنرة. ايه هي بقى؟ هي انه اولا الهيد دراما اسمها If Wishes Could Kill. هو لسه جديد، لسه نازل طازة، لسه مخلصاه في يوم اطلع ابهصه. وهو بيتكلم عن صحاب مع بعض من اول المدرسة بتاعتهم اصلا اعدادي وسنة. هم في ناس فيهم كانت مع بعض من ابتدائي، في ناس بقوا مع بعض في اعدادي وسنة. ايش أول حلقة لذيذة جدا، لذيذة فوق المتخيل. ايه بقى المشكلة في الموضوع؟ الفكرة انه في حد من الجروب ده اكتشف ابليكيشن بيحقق الامنيات. ايه المشكلة برضه؟ المشكلة مش هنا. المشكلة ان الامنية بعد ما بتتحقق بيبتدي يحصل حاجات غريبة. طبعا صحابه مصدقوش وما كانوش عايزين ينزلوا التطبيق، بس اليوم مشي عادي وكده. والمفروض ان الشخص اللي نزل التطبيق ده امنيته اتحققت. ايه هي الامنية اللي هو تمناها؟ ان هو ينجح في امتحان الرياضيات. طلع امنيته اتحققت. طب بعد ما امنيته اتحققت ابتدى يظهر عد تنازلي. هو مش فاهم العد التنازلي ده هيودي ليه. الشخص اللي نزل التطبيق ده كان عيد ميلاده قريب. في واحدة من الجروب ما بتحبش هذا الشخص فسمعها وهي بتتكلم عليه. في كابل لذوذ قوي في المسلسل ده. هما كل الجروب لذيذ بصراحة ما عدا البنت اللي اسمها نارين. العد التنازلي ده كل لما كل ما بيحصل له حاجة غريبة. يعني هو أول مرة كان قاعد عادي بيذاكر، جاله تليفون من البطلة اللي في المسلسل اسمها سي جايلكوا طازة. بصوا فاكرة أسامي الممثلين. جاله التليفون من سي دي وجاله إن هو المفروض الجروب ده بيتكلم عنه. هو زعل جدا. كلم بقى سي دي وراح قال لها هو انت مش هتيجي حفلة العيد الميلاد بتاعتي؟ قالت له عشان هي كان عندها المفروض تمرين. مش هي جاية مش راضية تروح عشان هي مش عايزة تروح، لا عشان هي كان هيبقى عندها تمرين في الوقت. هي بتتدرب ومفروض ان هي تأهلت تبقى في المنتخب القومي. أول ما هو سمع كده راح قف في وشها. بعديها بقى تاني يوم في المدرسة واقف قدامه سي دي المفروض ان باباها ومامتها ماتوا في حادثة عربية، فهي عندها تروما من الحوار ده. فهو عمل كده قدام ايه. وطول ما هو كان بيحاول ان هو كده بيقول لها بعيدي عني متتكلميش معايا ومش عارف ايه. فمنطقي بقى يعني انت مش جاي عيد ميلاده وصحابه بيتنمروا عليه ده اللي جه في دماغي. تمام. اوحش حاجه بقى في الكي دراما دي ان هما مش كده وخلاص، لا هما بيجيبوا بقى تفاصيل ومؤثرات بحيث انه انا مش عايزه اعيش الاجواء اكتر من كده. والله ما عايزه اعيش الاجواء اكتر من كده. انتوا لو جبتوها من ناحيه تانية هفهم ان هو عمل كده. ليه الاشعار على الفاضي؟ انا شخص ما بيستحملش هذه الاشياء. بس هي القصه كانت مشوقه لان هم اول ما ابتدوا المسلسل ابتدوه بواحده برضو ويا رب تموتوا كلكم بقى. فاللي هو هتتفرج يعني هتفرج وانا عايزه افهم. وواحده اللي تشغل تطبيق على التليفون وتتمنى امنيه وبعد كده ليه ممكن الواحد يعمل كده؟ ما جاش في دماغي اي حاجه بقى. فاهمين يعني؟ انا عايزه افهم احنا هنوصل لحد فين. بعد ما صاحبهم ده اتكل على الله تقولوا لي طب هم اكيد مش هينزلوا التطبيق ده. هقول لكم لا، البطله والبوي فريند بتاعها كانوا قاعدين مع بعض قبلها بيوم، وهي زي ما انا قلت لكم كانت المفروض ان هي تروح المسابقه بتاعت المنتخب الوطني بتاعتها. فهو عشان يلغي المسابقه دي لانها تبقى قريبه مع عيد ميلاد صاحبه، فهو عايزها تحضر لان هو هيحضر يعني هو صاحبه.
فتح التطبيق واتمنى أمنية إن التدريب بتاعها يختفي، التدريب بتاعها يتلغي. في حاجة مهمة بقى، إن هما لما بييجوا يتمنوا أمنية بيكتبوا عيد ميلادهم. أعزائنا الزوار، يارا من غرفة الإيديت تحييكم. في حاجتين مهمين نسيت أقولهم، وهي بعد ما صاحبهم مات أنا قلتلكوا إن البنت وهير بوي فريند اللي هو جون، اللي هي سي أو جون، جون اتمنى أمنية لما كان مع سي إن تدريبها يتلغي. فهي بعد ما صاحبهم مات راحت جري لجون، طبعا كانت في حالة صدمة، بس افتكرت العواقب اللي ممكن تحصل لجون بعد الأمنية، فراحت جري عشان تلحقه، ولقت فعلا إن العداد ابتدى يشتغل. فصاحبهم أصلا هاكر. اوكي. أول مرة جرب إن هو يمسحه متمسحش، تاني مرة حاول يعمله ضبط مصنع ما اتمسحش، فجمعهم كلهم مع بعض في الشقة بتاعة سي علشان يشوفوا حل للموضوع ده. وهناك حصلت موضوع كبير، إن الروح اتدخلت وكانت أذت يعني جون. حتى سي في الوقت ده عشان هو كان ماسك الولد اللي هو الهاكر ده، كان خلاص هيموته، راحت ضرباه بالفيديو واللابتوب على دماغه. فبعد ما راحوا المستشفى بقى كلهم عشان تنقذه اتمنت أمنية. من هنا بقى هتبتدي أخت الولد الهاكر إن هي تكلمه وتقوله إن انتوا أطلقتوا روح شريرة اللي هي اسمها هيتسل. أخت الولد الهاكر اسمها هيتسل باي ذا واي. بس فدي معلومات صغننة كده لاحظتها وأنا بقيت إن أنا مقلتهاش، كنت فاكرة إن أنا قلتها بس طلع الموبايل مش بيصور. ما علينا، أسيبكم مع بقية الفيديو. نسكبيه عشان أعرف أركز عايزين. ازيكم متابعين عاملين ازاي؟ أيوة متابعينه. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. منور. شكرين جدا، شكرين. الفكرة هنا بقى إن إحنا في أي دراما أو مسلسل بالطريقة دي بنفتكر إن هو مثلا يعني بنبقى حاطين في دماغنا سيناريو معين، اللي هو هما كلهم هينزلوا التطبيق لحد ما حد فيهم مثلا يتكل على الله، فالباقيين بقى يترشوا. المرة دي بقى حاجة مختلفة، اللي هو أصلا اللي نزل التطبيق اتكل على الله على طول، هو ما خدوش فكرة، وأصلا هما ما كانوش مصدقينه، وبس نزلوا الحاجات دي كده صدفة، اللي هو يا هتيجي يا مش هتيجي. ومحدش أجبرهم إن هم ينزلوه، كل واحد نزله كده بمعرفته. وهو الولد اللي هو صاحب البطلة ده لما نزله ما كانش عارف ايه اللي هيحصل لصاحبه، دي نقطة. بس البنت اللي هي صاحبته بقى كانت عارفة العواقب، ومع ذلك اتمنت الأمنية. لأن هو بعد ما هو دخل المستشفى زي ما أنا قلتلكوا، مش فاكرة قلتلكوا ولا لأ بصراحة، هو بعد ما هي ضربته باللابتوب دخل المستشفى. فلما دخل المستشفى هي اتضايقت جدا زي ما قلت، وهي باباها ومامتها برضه اتكلوا على الله. فكانت الحوارات اللي بتحصل دي اصلا تريجرنج بالنسبه لها. فهو راح بقى يقول لسيئة دي لقاها وحدة الأمنية، فهم رايحين، فقال لها بقى على اللي حصل بقى، واخته كلمته ان هي عندها الحل وكده. فهم رايحين بقى سابوا طبعا صاحبها، وسابوا اسمها ناري تقريبا، اسمها ناري، انا هحط لكم اسمها. راحوا هما الاتنين بس. الكيمستري ما بين الاتنين دول اللي هو الولد وجوزته رهيبة. ده المسلسل فظاع، دول أكتر اتنين ضحكين، مع إن المسلسل أصلا كله أكشن ورعب ومش عارف إيه، بس في حاجات كده كوميدية، بالذات بقى الجزء الكوميدي بتاع أخو الشمانة دي وجوزها فظاع كوبي لاين. هم رايحين في الطريق، في مكالمة جات لها على التليفون، اللي هو المفروض يبقى صاحبها. قال لها أنا قمت وبقيت كويس، انت فين مش عارف ايه. قالت له مثلا مشوار وجاي، مشوار مع صاحبهم التاني ده وجاي. في أخت صاحبهم قعدت تقول لها ما ترديش على المكالمة دي، ما تثقيش من المكالمة دي. فهي بقى وهي بتقول لها كده دراعها وقف ومش عارفة تتكلم. قالت لها هو انت مش عارفة تتحركي؟ قعدت بقى تكلمها بعينيها اللي هو لأ دي حركة صايعة جدا.
دي اكتر حركة عجبتني من اول ما المسلسل ده بدأ. قعدت اعيد 3 مرات عشان افهم هل هي فعلا عملت كده ولا دي حركة كده وخلاص، بس طلعت عملت. دي حركة جامدة جدا. فراحت بقى ايه، خليتها تسيب الموبايل، مسكت ايديها كده وراحت خليتها تسيب الموبايل. خليتها بقى، والمفروض ان هي بقى دلوقتي البنت دي اللي هي سي جسمها اتحجز ما بين العالم اللي هو الاخر، اتحجز في العالم الاخر، فهي المفروض هتخش تطلعها. بصوا اي تعليمات الست دي هتقولها طول المسلسل هيحصل عكسها تاني. قالت لها بصي انا هبقى معاكي، حطيت خيط كده ما بينهم هما الاثنين، قالت لها انا هبقى معاكي، احنا المفروض نخرج من هنا. قالت لها احنا المفروض نخرج من هنا. عايزة انا جاي عشان اخرجك من هنا، هنعدي على 3 ابواب، بس في شرط واحد، ان انت اوعي تبصي وراكي. لو بصيتي وراكي الكيان اللي احنا بنحاول نهرب منه ده هيشوفني وهتحجز معاكي في نفس المكان. ففضلت معاها، خرجت من اول باب. طبعا الموضوع مش سهل تماما، هي قالت لها الموضوع مش هيبقى سهل، والموضوع فعلا مش سهل، اللي هو انتوا مش عارفين ده الحقيقه ولا ده الخيال. بجد بقى، بجد بقى، يعني انا على طول في المشاهد اللي زي دي ببقى عارفه افرق ما بين الحقيقه والخيال، الا المشهد ده انا كنت عماله اقول لا هي كده لسه ما خرجتش، بعدين يقولوا جمله او يعملوا حاجه، لا هي خرجت. غيرت المكان عشان حاسه ان الاضاءه مش حلوه. ايه الجو بتاعت النهارده مش عايزه تتصور، مش فاهمه في ايه. اللعنه وصلت عنك معقوله. بصوا بقى، هما اول ما هي ابتدت تبقى معاها جوه العالم الاخر ده، بصوا الدنيا اتشقلبت. كميه رعب نفسي، ده بالنسبه لي اقصى انواع الرعب او التعذيب وانا بتفرج على مسلسل رعب، بجد اكتر من الرعب نفسه. يعني انا عادي من بقيه المشاهد عادي مش مشكله، بس ده بيبقى بالنسبه لي مرعب اكتر من المشاهد المرعبه نفسها. انتوا متخيلين؟ تاني باب بقى زي ما قلت لكم ان باباها ومامتها ميتين، فهي راحت الروح اللي جوه التليفون دي راح جايبه لها المشاهد دي، وبصوا بقى بتضغط عليها عشان ما تلاقيش الباب التاني بكذا طريقه. ازاي اخر باب انا كنت عارفه ان ده اخر باب، بس جت خرجت في المكان اللي هي اصلا بتاع اخت الولد التاني، وجنبها اخو الولد وجوزها. فانا هما اختصروا اللي هي اخر باب ده عشان كان صعب، فخلاص خلوهم بابين في باب، بس هي قالت لها 3. فانا كنت مقتنعه ان هما 3 ابواب، لدرجه ان هما بقى ايه عمالين يقنعوها، وانا اقتنعت ومش فاهمه طب احنا في الحقيقه ولا في الخيال. فما كنتش فاهمه. لما قالوا لها كده بقى راح البصر، فالروح شافتها، بس يعني خرجوا بأعجوبة. انا معرفش هي كانت هتخرج ازاي، بجد انا ما كنتش متخيله ان هي كانت هتخرج بالطريقه دي. قلت هم خلاص جيم اوفر، بس لا رهيب، يعني عملوا حاجه غير متوقعه. البنت اللي هي اخت الواد دي طلعت رهيبه، بصوا شكلا وشخصيه رهيبه. انا قلت بقى هتطلع شمانه زي الشمانات اللي هما بيجيبوهم دول، راسيا دي اكتر واحده عجبتني المشاهد بتاعتها في المسلسل، فظيعه. يعني هي بصوا، هي وجوزها المشاهد بتاعتهم 10/10، كأن الدور مرسوم عليهم بجد، فظاع. طيب انا بقى ما كنتش مقتنعه ان التطبيق ممكن يعمل كده. هما بقى هيقنعونا ازاي؟ عايزه اوصل بقى للمكان الرئيسي. فاكرين البنت اللي انا قلت لكم عليها اول ما ابتدت وقفت قدام التليفون وراحت وقالت يا رب تموتوا كلكم؟ فاكرينها؟ دي مش هتطلع الشريره، دي اللي اتداس على وشها والله العظيم. ليه بقى؟ زمان في نفس المدرسه دي كان في بنتين، واحده بصوا الصداقه تحسوا ان الصداقه من طرف واحد والله. يعني البنت دي في بنتين كانوا صحاب قوي، بس انا حاسه ان في واحده منهم اصلا مش هاممها الصداقه، والتانيه بتحاول تبقى صاحبتها، بس هم عايشين مع بعض في مكان كده موجود، عشان البنت التانيه مامتها شمانة، وهي يعني كانت السبب في موت باباها، فهي زي ما تقولوا كده مستعرية منها. أول ما جابوا القصة أصلا جابوا البنت دي وهي عينيها كده محمرة. الولد اللي هو صاحب سيئة ده اللي هو البوي فريند بتاعها
لما حصل الموضوع ان هما كانوا قاعدين مع بعض وهو شاف كيان تاني، اول حاجه اصلا حصلت له ان عينيه احمرت جامد، عينيه احمرت فجاه. فلما جابوا بقى قصه البنتين دول، دي اول حاجه ابتدوا بيها. قلت بس هي البت دي سبب كل المصايب، لان هي برضه اللي ظهرت في الاول. لما ظهرت بعينيها كده، هي كانت عند البنت التانية اللي هي الرخمة دي. انت عينيكي محمرة كده ليه؟ انا هعرف اشفيها لك كده. فقعدت تعمل شوية طقوس كده وعملت لها على عينيها، فراحت قالت لها ايه ده؟ دي رجعت، شفتي رجعت اول. قالت لها ده حتى الدكاترة مش عارفين يعملوا. قالت لها هتقارني قدراتي بالدكاترة كده على طول ينفع؟ فالمهم بقى البنت التانية لما عرفت ان صاحبتها راحت لمامتها، قالت لها هو انت ليه بتروحي هناك؟ انت عايزه، مش قلتلك ما تروحيش وراها في اي حاجه؟ انت ليه رحتي هناك؟ فقالت لها بقى ان انا ما لقيتكيش هنا، فافتكرت ان انت رحتي لمامتك فما لقيتكيش، قلت خلاص يبقى انت في المكان بتاعك. صدفت كذا مره ان هي تبقى مع مامة البنت دي. الفكره بقى ركزوا لي هنا بقى، البنت اللي هي الرخمه هي اللي مامتها شمانه، تمام، ومحدش يعرف عنها حاجه. ما تتخضوش، انا بس رحت عملت الترانزيشن وجيت، هتلاقوني نزل اكيد يعني. ما علينا، خلينا نكمل. المهم البنت دي فضلت تتقابل مع مامتها كل شويه. الناس اصلا اللي في المدرسه هيفكروها ان هي بنت الشمانه دي، ما طلعوا اشاعه ان هي بنت الشمانه. بنتها الحقيقيه هي البنت الثانيه الرخمه. فهم قالوا كده قدامها، وحتى ما صححتلهمش الموضوع، لان هم قعدوا يغلطوا في مامتها وبتاع، فما صححتلهمش الموضوع لان هي مش عايزه حد يعرف ان مامتها شمال. المهم بقى البنت دي في مره راحت البيت بتاع صاحبتها، لان هي برضو ما لقيتهاش في المكان بتاعها، فراحت تطمن ان هي عند مامتها ولا لأ. فمين اللي جاي بقى؟ صاحبتها برضو جت، اللي هي بنتها الحقيقيه، جت ولقيتهم سوا مع بعض، فاتضايقت منها جامد واتعصبت عليها. في الوقت ده بقى هي راحت اشتغلت جامد على التطبيق، وقالت لها بصي احنا هنصور فيديو عشان تنتقم منها بقى. راحت مصورها فيديو لان هي بتحب واحد من نفس المدرسه، بس مش عارفه تقول. فطبعا هما مع بعض، وهي عايزه تساعد صاحبتها في التطبيق. يعني هي كانت لحد هنا كانت نيتها سليمه، بس انا كنت حاسه ان هي عايزه تاخده مع عندها عشان تعمل بيه حاجه. لما جه المشهد ده كنت حاسه ان البت دي مش نيتها مش كويسه، لان هي كانت هاديه جدا بعد ما شافتهم مع بعض. حسيت ان هي عايزه تاخد حاجه. قالت لها انت ايه اكتر حاجه نفسك فيها؟ قالت لها ان الولد اللي انا بحبه يحبني. قالت لها هي دي اقصى طموحاتك في الحياه؟ خدتها وصورت الفيديو. البنت التانية الأمنية اللي هي تمنتها كانت إن مامتها تموت. مش عارفة لأن هي اتمنت الأمنية ولا لأ، فالمكان بتاع مامتها كله اتملى دم بقى. عمل في حاجة حصلت في البيت غريبة. حتى مامتها نفسها كانت بتتعذب وبتاع، وهي كان هيحصل لها حاجة لحد ما مامتها حست إن في حاجة غلط، فراحت مجمعة بقى التعويذ بتاعتها وعشان تنقذ بنتها. وكانت بتقول متعجبهاش هي، عجبونا أنا. حتى كان في غربان كانت بتحاول تخش البيت بتاعها وقعدت تكسر فيه، هي أنقذت بنتها، بس كل اللعنة جت عندها هي عشان قالت عجبوني أنا بدل بنتي، وبنتها كل ده متعرفش حاجة غلط إن هي عايزة تنقذ بنتها. المهم اليوم التاني صاحبة البنت جت راحت البيت، لقت بقى مامة صاحبتها بتنزل بقى من هنا، وخافت راحت جريت، راحت هي مسكتها وقالت لها خدي التعويذة دي حطيها في شنطة بنتي، أنا معرفتش أنقذ باباها بس عايزة أنقذها هي، لو هي شافتها من غير ما تشوفها، لأن لو هي شافتها أنا عارفة بنتي بتخاف زي باباها فهتشوف. وفعلا هي حاولت تحطها لهم من غير ما تعرف، وهي كانت عايزة تنقذها مكانتش عايزة تموتها. البنت بقى التانية كانت هتفتكر إن هي مثلا إيه حطلها حاجة يعني، فخافت وراحت مقطعاها. فالبنت اللي هي الكويسة راحت قالت لها مامتك وراحت سكتت، لأن هما اتفقوا مع بعض إن السر ده ما يطلعش إن مامتها شمال. هي حست بقى إن البنت دي بقى هتبقى خطر عليها، لأن هي إيه عارفة سرها وعارفة كل حاجة عنها. حتى هي قالت لها أنت عارفة بخاف إن أنت تعرفي طعمة أسرارها. قالت لها أنا أكيد مش هطلع أسرارك بره يعني. راحت بقى انتقمت منها وطلبت من الولد اللي بيحبها يساعدها في حاجة هي مش عارفين.
وهي إن هي لما عملت التطبيق ده اتنمرت على صاحبتها، راحت مشغلة المقطع بتاعها قدام الفصل كله، قمة الحب. طبعا البنت اتحركت جدا واتضايقت. بعد ما هي عملت كده بقى انتقمت منها انتقام رهيب، بس ما برتش نار. في مشهد جه في آخر المسلسل لسيئة وناري برد قلبي أكتر من الانتقام اللي البنت دي عملته. حتى لما هي عملت كده ده الانتقام ده بالنسبة لها نقطة واحدة. عملت ايه بقى؟ مامة البنت أصلا كانت معلمها تعويذة إن هي تاخد العروسة وترسم عليها وتحط خيط حرير وتحط عليه دم لسه حالا لسه طازة. قلت ايه هتعمل ايه؟ المهم راحت هي واخدة كده اللي هو عشان كنت رايحة انقذك بقى ده انا هحربقها على طول. راحت عاملة ايه؟ عملت نفس اللي هي عملته كده بالظبط، وراحت مصورة المقطع الليلي، راحت قالت إن أنا لما كلكم إن انتوا تتكلوا. كان قصدها دي الاتنين اللي أذوها اللي هي البنت والولد اللي هو كان بيحبها، اللي هو مش أنا كنت رايحة انقذك بقى قبل شوية. هي حطت التعويذة من هنا وهما الاتنين مطلعوش ربع ثانية وفعلا اتحقق. ده بقى كان تفسير المشهد الأولاني من الكلمة. هل انتم مفكرين الموضوع خلص لحد هنا؟ لا ابسولوتلي. ليه؟ لأن هي البنت التانية بعد ما ماتت كان محطوط جنبها التليفون وكان محطوط إن أمنيتها اتحققت، بس احنا منعرفش ايه الأمنية اللي هي اتحققت بتاعتها. هنروح بقى لمكان آخر. زي ما أنا قلتلكوا الشمانة اللي هي أخت الواد التاني كانت ما ينفعش تطلع من البيت بتاعها، فاللي طلع معاهم اللي هو جوزها فضل معاهم خطوة بخطوة. وهم خارجين بقى هي والبنت اللي هي سيئة لقوا تليفون أحمر، فالمهم هم عايزين التليفون الأحمر ده عشان يكسروا اللعنة كلها، فهم خرجوا عشان يدوروا على التليفون الأحمر. الولد اللي هو الهاكر ده كان عايز يلبس سجل كمان، فهو بيخش لقى رقم سري. فهي السيئة قالت له أنا شفت الشاشة دي في حتة قبل كده، افتكرت بقى إن المدربة بتاعتها عندها نفس الشاشة دي. فهم داخلين المكتب قالت له هو قال لها الرقم السري كان بتاع الباب، قالت له 1 2 3 4. فهو استغرب قالت له ده رقمها السري في كل حاجة. فدخل وخد الرقم السري برضه على البي سي، راح كاتب 1 2 3 4 وراح جاب السجل بتاع التليفون بتاع التطبيق، جاب السجل بتاع التطبيق كله من أول الأمنيات خالص. تقريبا هو ده الكمبيوتر اللي كانوا بيعملوا عليه التطبيق تقريبا، مش عارفة بس أنا حاسة إن هو لأن هو مكتوب عليه موجود عليه كل السجلات. هما هيقولوا أنت متأكد إن هو ده السجل الوحيد بتاع التطبيق؟ قال لا أنت متأكد. لا مين بقى اللي اتمنى أمنية ناري اتمنت إن صاحبهم ده يموت والولد اللي هو كان معاها في نفس البار يموت، وفعلا مات. هي كده لو كان ثبت على القتيل كان مات لوحده، لأن هو الولد اللي هو صاحب من التخلوق ده اللي بيحب الأنمي كان هيموت كده، فمكانش ليها لازمة. والله ما كان ليها لازمة. فالبنت دي بقى أصلا هتحاول إن هي تعجزهم بكل طريقة ممكنة، إن البنت اللي هي عاملة التعويذة دي هتلبسها بقى فترة حلوة، فهيفضلوا بقى في صراع معاها بطريقة رهيبة. حتى لو في الآخر سيئة ضربتها ضرب لما قلبي بس وسابوها في العالم الآخر اتكلوا على الله. هي طبعا كانت متضايقة جدا بس معرفوش ياخدوها معاها. المهم بقى يا شباب اللي عمل التعويذة أساسا الجامدة دي البنت التانية، لأن البنت الأولانية كانت قصدها على الاتنين اللي هم أذوها. هي بقى قالت أنا نفسي التعويذة اللي عملتها صاحبتي تفضل مكملة. فأي حد بقى بيستخدم التطبيق بقى بيكمل أي حد. طب ليه يا حبيبتي؟ ليه يا ماما؟ هي ايه ذنب الناس؟ مش فاهمة. انتي شريرة جدا بجد والله. طب ما انت هتموتي وتتكلي على الله، ايه لازمتها؟ يعني البنت نفسها مالها؟ ليه اشمعنى اي حد يستخدم التطبيق يتكل على الله؟ ايه الدماغ دي؟ حتى وانتي بتموتي. المهم بقى
هيفضلوا بقى يعني هيفضلوا مع بعض. اللي عايزة أقول لكم بقى إن شبح البنت الطيبة دي هيساعدهم، حتى سي تحس إن هو الشبح دي بتساعدها، لأن هي لما جت بعد ما هي خرجت من المكان اللي هو العالم التاني، جالها كابوس لبنتين، واحدة قدامها وواحدة وراها، فاللي وراها دي اللي هي البنت الطيبة كانت بتساعدها، بتحاول تساعدها حتى وهي شبح بتحاول تساعدها. البنت التانية بقى هي اللي بقى كانت سبب كل المصايب دي، اللي هي بتخلي الناس تموت نفسها ولبست ماري. فلا كانت المشاهد 10/10، ومؤثرات صوتية 10/10، إن أنا محبتهاش بس ولكنها حقيقية بصراحة. الفكرة كلها أنا مشفتش حاجة زيها قبل كده بصراحة. لا أحداث غير متوقعة. أنا نقطة ضعفي الأحداث الغير متوقعة، لأن أنا ساعات بحس إن أنا من كتر ما بتفرج على نفس الجنرال من الأفلام أنا خلاص حفظت السيناريو هيبقى عامل ده فوق كل التوقعات بصراحة. بالذات حتة إن هي لما مثلا تكون في زمن آخر، في عالم آخر إحنا مش عارفين طب ده الحقيقة ولا ده لأ، ولا ده خيال ولا ده إيه. حتى في حتة كده المفروض إن هي هتخش بقى العالم الآخر ده تاني، هي هتبقى مقلقة شوية هو ده الحقيقة ولا ده الخيال. بعدين لما يقعدوا يتكلموا معاها أصحابها كلهم حواليها، يقعدوا يتكلموا معاها واحدة واحدة، يقولوا لها خلاص التعويذة اتشالت، حتى بصي في التليفون بتاعك كده مش هتلاقي التطبيق، أو مش هتلاقي التطبيق فعلا. بعدين بقى احنا اللي هو ايه ده، يعني هي خلصت كده، هو ده يعني هي دي النهاية؟ كنت هبص لو كانت دي النهاية كنت هرمي التليفون في الأرض، بس الحمد لله مطلعتش هي دي النهاية الحمد لله. اكتشفت ولا لأ والله ما أقول لكم النهاية سعيدة ولا لأ برضه والله ما أقول عشان يبقى في تشويق، عشان تتحمسوا شوية. بس في ناس كتير بتتكلم عن ده، وفي أحداث بقى كوميدية كتير، يعني اللي هو جوز أخت الواد الهاكر ده هيتشفط بجد، هيتشفط. أنا قلت مش هيعيش، بس لا عايش، وحتى جت في عينيه شظية كده كان فرحان، وأنا كنت مش عارفة أقول فرحان ليه. فطلع إن هو البتاع دي جت في عينيه بقى يشوف الأرواح، فكده هيقدر يساعد مراته إن هي تخرج من المكان اللي هي فيه، لأن هي لو خرجت بره المكان زي ما قلت لكم هتموت، فهو عايز يساعدها بقى إن هي تبتدي تخرج. أنا لما هو ليه بقى حصل له اللي حصل له ده، قلت يعني يوم لما يجيله، يعني يوم لما خلاص هيعرف يخرج مراته يحصل له كده. بس الحمد لله طلع عايش. مراته دي عجباني جدا بجد، رهيب، ست رهيب. بس that was the classic of today. hope you enjoying watching it. وطبعا هتقولوا لي لو عجبكم تشوفوه ولا لأ، ناويين تشوفوه ولا لأ، بتحبوا النوعية دي من الأفلام، بتحبوا النوعية دي من الكي دراما أصلا ولا لأ. and that was it. See you in another video.